بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وقبل أي حاجة هندعي لأخواتنا في فلسطين وغزة ولبنان والسودان وجميع الدول العربية، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم آمين. أخباركم أيه حلوين؟ عاملين إيه؟ وحشني كتير 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 كتير. النهاردة بقى بإذن الله أنا هعمل معاكم الستريبس، السندوتشات السوري اللي ولادنا مضيعين فلوسهم عليها، اللي عاوزينها على طول من بره من بره من بره، كله من بره. مالها ماما؟ مالها عمايل ماما؟ والله ما في احلى من عمايل البيت ولا انضف من عمايل البيت. بس احنا ولادنا بقى جيل بقى ما يعلم بقى الا ربنا. يلا ادعي لهم بالهدايه، الله يهديهم. انا معايا هنا دي فرخه مخليه، الصدرين والوركان. انا قطعتها زي ما انتوا شايفيني كده صوابع، ومقطعه برضو اللي وراك، مقطعه اللي وراك برضو صوابع، آه، علشان انا في عندي يعني في حد عندي بيحب الوراك ستريبس، فانا بعملها له. وعلى فكرة بتبقى طعمة جدا. طبعا انا ضفت بقى ملح وفلفل، توم باودر وبصل باودر ومرقة، كله كان مخلوط على بعضه زي ما انتوا شفتوا في البداية. وتبلتهم مع بعض. انا ما بضيفش ولا توم ولا بصل صحيحين. ومعايا دوت بطاطس مقطعه صوابع، هبدأ ان انا احمره برضو معاكم. وهنبدأ نجهز كل الوصفة كاملة مع بعض، ونتعلم كلنا مع بعض. ولو انا عاملة اي حاجة غلط اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي، نستفيد كلنا من بعض. اول حاجة طبعا انا هعملها هحمر البطاطس. بضيف كمية الزيت طبعا اللي انت عاوزاها، حوالي يعني اللي انا ضفتها ممكن نقول فنجان او فنجان وشوية. بسيب الزيت لما بيسخن و... وابدا اضيف له البطاطس. زي ما انا قلت لكم قبل كده، انا بحب اضيف الملح للبطاطس في الاول، بس مش بكتر الملح. بضيف له بس حوالي نص معلقه صغيره ملح، ما بكترلوش ملح يعني في البدايه. هبدا احمر البطاطس كله واسيبه لغايه لما يتحمر ويستوي حلو، ونجهز مع بعض احنا بقيت بقيت الوصفه. انا معايا ده مج كبير ميه، ممكن يعني قولي كوبايه ميه. كل كوبايه ميه بتاخد معلقه دقيق. انا ضفت دلوقتي مج الميه وحطيت عليه معلقتين مش ملانين، معلقتين دقيق. بقلبهم حلو قوي مع بعض. وما تعملوش الغلطه اللي انا عملتها، لان انا ولعت النار وهديتها هديتها في المقلايه. بس للاسف كانت الميه دفت شويه فكلكعت معايا الدقيق. لا، اعملي كله على البارد وبعد كده ولع عليه على النار. انا كنت بعمل وانا مستعجله فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلص بسرعه. في حاجه برضه حصلت في نص الفيديو لما هتيجي دلوقتي، لما هتيجي قدامكم انا هوريها لكم وهعرفكم الحاجه اللي هي ضايقتني يعني في الفيديو هنا، عشان اثبت لكم ان مفيش احلى ولا انضف من حاجه البيت. بعد ما تتقلب معايا حلو وتبقى سميكه كده شبه المهلبيه، هي ديت اللي احنا بنعملها ديت التوميه السوري. يعني بنعمل كله سوري في سوري. وتحيه خاصه لاخواتنا السوريين، والف الف مبروك على رجوعكم، على رجوع وطنكم ليكم ورجوعكم لوطنكم، رغم ان احنا زعلانين زعل رهيب ان انتوا هتسيبونا. بجد كنتوا منورين علينا الدنيا والله. بعد ما استوت بنقلها بقى هنقلها في طبق واسيبها بقى لغايه لما تبرد، لان مش هينفع نعمل نضيف عليها اي حاجه تاني ولا نجهزها غير لما تبرد خالص. ديتي دول حوالي معلقتين دقيق. بضيف لهم ميه بالتدريج. يعني ديت هتبقى العجينه اللي هتضاف على الستريبس. العجينه ديت انا مش عايزاها ولا رفيعه ولا خفيفه ولا تخينه قوي. يعني عايزاها بسمك الكيكه مثلا، تبقى تخينه شويه كده، تقيله شويه. هبدا ان انا اخلطها كويس قوي وافك اي تكتلات في الدقيق، واقوم وهقوم ضيفاها على الستريبس على طول مره واحده.
يعني مش هفضل ان انا اجيب من هنا واحط هنا كده، لا هي كده بتسهل عليك الدنيا و... وبتريحك. ما انت لسه في خطوات تانية هتتعمل. انا معايا هنا البطاطس سايباها اهوت بيستوي، وبجهز كل حاجة ايه بسرعة. بقلبهم حلو قوي مع بعض، وابدأ اجهز ايه، هجهز بقى الكفر النهائي اللي انا هضيفها ايه عليها. معايا هنا إيه، انا طلعت اهوت الزيت، البطاطس خلص معانا. طلع بقى البطاطس واسيبه ايه يبرد، اسيبه بقى على جنب. طبعا الزيت بتاع البطاطس احنا مش هنرميه، ليه؟ لان احنا ستات شطار، وزيت البطاطس دايما معروف ان هو بيبقى نضيف، فاحنا لسه هنستغله دلوقتي. فان احنا هنحمر في ايه الستريبس ديت. التومية هي بعد ما خلصت ضفتها هي في الكبة، حطيت عليها نص معلقة ملح، وحطيت عليها نص معلقة توم، ودي الزبدية، زبدية كاملة، او الرايب، ممكن نقول عليها الرايب او الحليب، مش عارفة بصراحة اسمه ايه في الدول العربية. وضفت معلقة خل ومعلقتين زيت، او 3 معالق زيت تقريبا، 3 معالق زيت ومعلقة الخل والملح والثوم. وهبدأ ان انا ايه اضربهم مع بعض اهو. طبعا بتظبطي الملح بتاعك، شوفي الملح مظبوط ولا لا. انا الكبيرة اللي انا، البولة الكبيرة اللي انا سبتها دي اللي انا هعمل ايه هشتغل بيها، انما البولات الصغيرة دول اللي هيتحطوا في التقديم. إيه، عايزاكم تجربوا الوصفة بإذن الله وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. وطبعا هي اوفر بكتير من اللي بنشتريه من بره، كل دوت ما كلفناش يعني نص الحاجة موجودة في البيت، والنص التاني انت شاريها برضو مش هيبقى بتمن ايه اللي انت تجيبه من بره. دلوقتي انا هبدأ اطلع الاستريبس زي ما انتوا شايفين. اللي معايا دوتي ذرة كنتاكي او الذرة الصفراء، بفرمها في الكبة لان هي بتبقى جاية جرشة، بفرمها وبضيف عليها ايه كيس فيجيتار، بقلبهم حلو مع بعض. وهي دي بيبقى الكفر النهائي ايه بتاع الاستريبس. إيه بتقلبهم حلو يعني، تحط بقى ايه اللي تغلفيها حلو الاستريبساية. طبعا الدقيق اللي احنا عاملينه بالمية هو اصلا عمل عمل الطبقة الاولانية من الاستريبس، فخلاها ايه هتمسك على طول بسرعة معاكي لما تضيف عليها لما تضيف عليها الكفر النهائي ده. نبدأ نحمر على طول. دوت الزيت اللي انا كنت قليه في البطاطس انا ما غيرتوش، ممكن اكون زودته بس شوية. إيه ببدأ ان انا احمر الاستريبس واجهزه كله. وهبدأ طبعا هحط دور وهشيل دور وايه، ونكملها ايه كلها كده مع بعض بنفس الطريقة. اذكروا الله وصلوا على رسول الله. وما تنسوش برضو تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتقولوا لي تسلم ايدك يا أمولة، عشت ايدك يا أمولة. وصفاتك بتعجبنا او وصفات ما بتعجبكوش قولولي. طبعا بعد ما بياخد الوش الاولاني بقلبه وياخد الوش التاني، وابدأ ايه ونبدأ نجهز. انا في الوقت دوتي كنت بغلف في الطبقة التانية، يعني في الدور التاني اللي هيتحط، زي ما انا متفقة معاكم ان احنا ايه بنعمل كله مع بعضه. انا دلوقتي بجهز ده الصوص اللي انا عملت عليه الصوص اللي انا هعمل بيه السندوتشات السوري. دوت التومية زي ما انا وريكم دلوقتي وانا بغرفها من الكبة، ضفت لها بس معلقة كاتشب. وده الستريبس بعد ما خلصت كله عمرته كله انا بوريهولكم اهو. طبعا احلى من الجاهز مليون مرة مليون مرة احلى من الجاهز. انت بتروح تشتري الكيس من بره ب200 وشوية، ب250 او ب280، لا انت جبت الفرخة ب200 جنيه وعملت منها دوتي وانضف واوفر واحسن. وكفايه ان انت اللي عاملاها بايدك، وكفايه ان انت اللي منضفه الفراخ بايدك، يعني كل حاجه علشان خاطر ولادنا. العيش السوري بقى ده انا شاريها. انا ما شلتش الفيديو، ما شلتش المقطع دوت، لان سبته لكم علشان انا بجد يعني زعلانه. وده اللي انا قلت لكم هقول لكم عليه في اول الفيديو لما هيجي وقته. شوفوا هي عمره في حياتي انا بشتريه على طول، دايما بشتريه، بس الاول مره بجد كان يجيلي بالطريقه ديت. إيه انا كلمت الماركت اللي انا جبته منه وقلت له على اسم
على اسم العيش، يعني اسم الشركة اللي عاملاه، وقلت له ما عادش يجيبوا منها تاني، لان هو جايلي كان صعب. يعني كنت هعمل كمية لا منفعش معايا، واضطريت ان انا اعمل بديل بحاجة تانية هتشوفوها برضو الوقت معايا. بعد ما اتنيته كده زي ما انتوا شايفين، ضفت له البطاطس وابدا ان انا اضيف ايه الستريبس. إيه، انا هنا قطعت الستريبس، بس في حاجات تانية، في سندوتشات تانية يعني لا انا ما قطعتش وضفتها ببعضها، هي يعني مش فارقة كتير. هو على فكرة الستريبس كان سخن، انا بمسكه وهو سخن مولع، لان انا لسه مطلعاه يا دوبك من الزيت، وجيت بدأت على طول، لان زي ما قلت لكم انا كنت مستعجلة. اهو حطيت الستريبس في قلبه كده، وابدأ ان انا ايه الفه رول 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 السندوتشات السوري اللي ولادنا هابلنا عليه، سندوتشات البطاطس بالستريبس او سندوتشات البطاطس بس. انا كان معايا كيسين، كل كيس كان فيه 5 ترغفة، بس للأسف الشديد انا ما طلعش معايا منهم غير 3، لان الباقيين كلهم كانوا بايظين. ده عيش سياحي. طبعا مش هينفع ان انا هقدم 3 بس، فانا جبت العيش واستبدلته بالعيش السوري، واقسم لكم بالله اتاكل قبل عيش الشاورما او العيش السوري ده، وبيتعمل بنفس الطريقه. معايا هنا الجريلا بقى، بعد ما انا خلصت طبعا الكميه بتاعتي كلها. معايا الجريلا، ضفت لها شويه زيت، وبدات احطهم بقى ياخدوا تشميعه حلوه كده، وياخدوا لسعه الجريلا. طبعا احنا لما بنحط على الجنب اللي احنا قافلين عليه، علشان ما تفكش منك لو انت حطيتها على الجنب التاني. خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة، حمصتها حلو اهو زي ما انتوا شايفين. إيه وده طبعا معايا اتفضل معايا بطاطس. انا ضفته بقى في الطاجن ده، بنتي بتحبه قوي، بحب اعمله لها كل مرة بعمل بيه كده. بقطع على البطاطس قطع ستريبس، وابدا اضيف لها الصوص اللي هي بتحبه. طبعا الصوص دوت اختياري، انت تقدري تضيفي كل اللي انت حباه. هي كانت حابه ان انا اضيف لها كاتشب ومايونيز، وانا فعلا عملته لها، بس في اوقات تانية بعمله بصوص الجبنه. هبقى اعمل معاكم برضو صوص الجبنه، وهعمل معاكم نفس الطاجن ده باذن الله، وهوريه لكم الوصفه كامله. جربوها مش هتندموا، بتبقى جميله جدا وولادنا بيحبوها. ممكن تعمليه في الطواجن الصغيره، وتعملي لكل واحد الطاجن بتاعه بالصوص اللي هو بيحبه. برضه هتبقى فكره حلوه، وهيحبوا هيحبوا الحاجات ديت، وكله علشان خاطر ولادنا، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب جميعا، اللهم امين. بعد ما خلصت اهوتي، وديت السندوتشات اهيت خلصتها معاكم. جربوا الوصفه مش هتندموا، ولادك هيحبوها وهيطلبوها منك على طول، بس ما تبقيش شدة عليا ان هم بيطلبوها منك دايما وباستمرار. اهي بعد ما خلصت شايفين، بصراحه كان طعمها خطير، والعيش برضو ما كانش وحش، كان طعمه خطير قوي. جربوها وادعوا لي دعوه حلوه في التعليقات. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع ألف سلامة. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. مع ألف سلامة.